أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. آمل متابعين الكرام في أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. كالعادة لن نطيل عليكم في هذا التقديم، ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. قضية اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية. قضية اليوم دارت الأحداث ديالها بنواحي مدينة الرباط بالضبط في سنة 2014. هذه وحدة من المساطر اللي ما قديمة شي بزاف. في واحد الليلة تقريبا ديك العشرة ونص ديال الليل تخبروا البوليس على مستوى مدينة الرباط اللي كيبلغ ماشي شخص عادي، بل الناس ديال الوقايه المدنيه كيتصل بالبوليس، قال لي مودي بان راه اتصلوا بينا شي ناس بان شي بنت راه عثروا عليها ميته بالمكان الفلاني. اذا هذا اللي ما اتصلش مباشره بالبوليس، لا، اتصل بالناس ديال الوقايه المدنيه او لي بومبي، ولكن ما تعرفش شكون هو اللي اتصل. بعد تحديد الموقع انتقلوا الناس ديال الشرطه لعين المكان، كيلقاو بالفعل الناس ديال لي بومبي كانوا السباقين حضروا بعين المكان تما. الضحيه شابه في مقتبل العمر، تقريبا ديك 19 20 21 22 سنه، لابسه ملابس ديالها، ملابس رسميه، كيتبين بان هاد البنت هذه خدامه في شي مكان او ربما كانت خارجه من الدار ديالها. اذا هاد الناس هادو اللي جابوا البنت رماوها هنايا بحسب ما غادي تبين المحققين اللي تكلفوا بالبحث في هذه القضيه. البنت ماشي تهزات من الدار، لا، البنت تم اعتراض السبيل ديالها او جابوها من شي مكان رسمي بحال الخدمه بحال كذا بحال كذا. لقاو حداها تما واحد الصاك، فتحوا داك الصاك كيلقاو فيه بعض الوثائق، بعض الامور الخاصه بالنساء. من بين الوثائق عفوا اللي لقاو تما، لقاو بطاقه تعريف ديال الضحيه. تاكد لهم بان البنت في العمر ديالها 22 سنه، من مواليد كذا كذا، من ساكنه مدينه الرباط. اذا هذه البنت هذه ماشي برانيه على مدينه الرباط، من السكان المحليين ديال المدينه. المكان بحسب محضر المعاينه اللي عثروا فيه على البنت هو واحد الشريط غابوي، وبالضبط واحد الغابه اللي كانت تمايا والناس بزاف ديال الناس يعرفوها. وقعوا فيها بزاف ديال الكوارث، خاصه في بدايه الالفينات، ما بين سنه 2000 وما بين سنه 2010 وقعوا بزاف ديال الكوارث تمايا. هذيك الغابه تقريبا ما بقات شي دابا. شكون جاب هاد البنت رماها هنايا؟ كاين بعض الرمال تمايا تبين بان شي سياره اللي كانت تمايا، ولكن مع الاسف بغاو ياخذوا يرفعوا الاثار ديال العجلات عبر تقنيه القوابل الجبسيه، ولكن مع الاسف كيلقاو دوك العجلات اختلطت الاثار ديال الاقدام ديال الاشخاص اللي حضروا بعين المكان، الناس ديال البومبي وناس ديال الشرطه. هنا كيف قلت سجل محضر المعاينه، خداو الاقوال ديال لي بومبي كيف قلت هما اللي اتصلوا، ما عرفوش هذا شكون اللي اتصل بهم. قال لي مودي بان واحد البنت كاينه في المكان الفلاني. هنا باش نشير لواحد النقطه، هذا اللي اتصل كيفاش اكتشف الجثه في هذاك الوقت؟ الاتصال بحسب ما غادي يصرحوا به الناس ديال لي بومبي، قال لك اودي الاتصال جا بعد 9 و35 دقيقه بالتمام. هذا الشخص اش كان كيدير تما في هذاك المكان؟ هو ماشي عمومي، مكان اللي هو مشبوه. حاولوا يقلبوا في دوك الجنبات تما، لربما يلقاو شي حاجه اللي تقدر تفيد في البحث. لربما هاد البنت كانت مع شي حد هنايا كانوا تيشربوا او كذا او كذا، ولكن تبين بان البنت جابتها سياره حطاتها تما. تبين بان اللي بلغ ما اتصلش مباشره بالشرطه. حنا غادي نعرفوا علاش ما بغاش يتصل بالشرطه من بعد، علاش اتصل باللي بومبي. قال لهم بان كاين واحد البنت راه مقتوله. الناس ديال لي بومبي قال لك ودي هذا اللي اتصل بينا استعمل مصطلح بنت مقتوله. البنت مضروبه هنا على مستوى العنق ديالها، مضروبه واحد الضربه اللي هي ضربه خطيره، كذلك عندها بعض اللكمات على مستوى الوجه. الوجه ديالها كيف كنقولوا حنا شي حد اللي تضربيه وتيزرقوا ليه العينين ديالو اللحم ديال وجهه تينتفخ، كذلك ومثال وقع للبنت.
هادي وقع لها شي اعتداء وتم التعنيف ديالها وتم القتل ديالها. خلاوها مرميه تما وزادوا، واش شخص واش جوج الناس واش ثلاثه واش الله اعلم، ولكن تبين بان من المعطيات اللي خرجوا بها الناس ديال البحث بحسب محضر معينه انها جابتها سياره تما. ترفعت الجثه لمستودع الاموات وتخبرت النيابه كذلك بالامر، النيابه العامه. الضحيه كيف قلنا لقاو معها الساك تمايا فيه بطاقه التعريف ديالها، اذا الضحيه عندنا الهويه ديالها لحد الان. حسب العنوان الوارد في بطاقه التعريف ديالها نطلقوا مباشره بعد ما ترسلت الجثه لمستودع الاموات، نطلقوا البوليس للدار ديال البنت بناء على العنوان الوارد في بطاقه التعريف ديالها. دقوا تما خرج عندهم واحد السيد قال لي مودي فعلا انا عندي جوج ديال البنات وعندي الولد. ايوا كاينين بنات بجوج؟ قال لك لا سيدي كاين عندي بنت وحده. فين البنت الثانيه؟ قال لي مودي البنت الثانيه عند خوها، لان هو عنده جوج ديال البنات والولد، ولده الكبير في العمر ديالو ديك 36 سنه مزوج موظف بمدينه تماره. قال لي مودي راه البنت خرجات قالت لي انا غادي نمشي عند خويا. مول فاش تمشي عنده؟ قال لك سيدي مول فاش تمشي عنده هذه بطاقه التعريف ديالها. قال لك يا سيدي هذه بطاقه التعريف ديالها. قال لي شوف الشريف غادي تاخذ معك بعض الشخص او جوج ديال الاشخاص من العائله ديالك وغادي ترافقنا لمستودع الاموات. السيد بالفعل مشى معاهم، دخلوا للامور، جبدوا لي البنت ديالو وراو الوجه ديالها. قال لك ودي بالفعل هذه هي البنت ديالي. قالوا لي الشريف هذه البنت هذه لقيناها بالقرب من الشريط الغابوي في المكان الفلاني، عثروا عليها الناس ديال لي بومبيا مقتوله. السيد كيقول انا بنتي خرجات على اساس انها غادا تمشي عند خوها لمدينه تماره. قالوا لي سيدي اتصل بالاخ ديالها حتى هو يحضر. الاقوال اللي غادي يصرح بها الاب قال لك ودي انا البنت ديالي هاد البنت راه هي الصغيره في بناتي، عندي جوج ديال البنات والولد. قال لك راه خدامه مع واحد الطبيب. قال لك اليوم جات تقريبا مع ديك الوحده جوج ديال العشيه، جات من الخدمه تغدات وارتاحت في الدار، وصلت تقريبا ديك الساعه ديال العشيه ناضت بدلات الملابس ديالها وقالت لنا ودي بانها راه غادا تمشي عند خوها لمدينه تماره غتبات عنده، لان هذاك النهار السبت كان يوم السبت البنت خرجت مع الطبيب مع ديك الوحده او الجوج، ما تيخدموش نص نهار ديال العشيه والغد لي غير الحد، هي غتمشي تبات عند خوها حتى لحد في العشيه وترجع ثاني للدار باش نهار الاثنين تصبح في الخدمه. هي من عادتها تمشي عند خوها. قال لك سيدي راه من عادتها مره الا كان شي سبت هكا راه كتمشي دوز ديك الليله ديال السبت والنهار ديال الحد في العشيه عاد كتجي. ايوا ما بقيتوش عاودتو اتصلتوا؟ قال لك لا سيدي ما اتصلناش بها من هذيك الوقيته. البنت خرجت معاه 6 او 6 ونص بحسب ما غيقولوا هما من الدار. البنت عثروا عليها الناس ديال لي بومبي مع 9 ونص او 9 و 35 دقيقه بالتحديد. اذا هذه 3 ديال السوايع باش البنت خرجت من الدار ما وصلتش عند خوها، هي مقتوله هنا في الغابه من مدينه الرباط. عندها شي مشكل، عندها شي عداوه، شي حسابات؟ قال لك لا سيدي حنا اللي تنعرفوا ما عمر البنت تشكات لينا من شي حد، هي من الخدمه للدار، الدار الخدمه، خدامه مع داك الطبيب، كتمشي في الصباح كتجي في العشيه، وهادشي اللي كاين. ولكن هذيك الزوجه ديال الاب ديالها، لان هاد البنت يتيمه ما عندهاش الام ديالها، توفات الام ديالهم في واحد الوقت مبكر، الاب ديالها تزوج. مرت با قالت له ودي بان هاد البنت هادي راه خاطبها واحد الولد، وصرحت بشي اقوال اللي ما كان غير مسبوقه. قالت لك ودي بان دابا اللي وقع البنت لقيتو مقتوله، انا راه غادي نقول لكم شنو كاين. هاد البنت راه تقدم لها واحد الولد للخطبه ديالها، خطبها من عندنا، الولد موظف تمايا بمدينه الرباط. قالت لك السيدي ولكن هي تخرج معاه، اتفقوا انه حددوا عطاو واحد التاريخ محدد بانهم غادي يعقدوا، مازال ما داروش العقد، وعطاو واحد التاريخ قال لك ودي بان بعد العقد ندوز واحد المده غادي نديروا العرس. اتفقوا على هذا الاتفاق هذا، ولكن البنت بقات تخرج مع الولد في ديك المده ديال الخطوبه. جاب والدي خطبها وبقات كتخرج معاه، ولكن هذه الهضره ما كانش في خبر باها. الاب ما كانش عارف هذه الهضره هذه بان بنته راه تخرج مع الخطيب ديالها، مرت باها اللي عارفه هذه الهضره. البوليس بحثوا في هذه القضيه ديال ان مرت باها عارفه هذه الهضره هذه. قالت لك السيدي هذيك البنت انا لما تزوجت باها جيت لقيتها باقا صغيره تقريبا في العمر ديالها ديك 7 سنين واعتبرتها بنتي. انا ما تنولدش كتمزوجه وما كنولدش، واعتبرتها لا هي ولا اختها ولا خوها، اعتبرتهم ولادي وكبرتهم ودرت الدور ديال الام ديالهم الله يرحمها.
وبالفعل تثبت بان العلاقه ما بين الزوجه ديال الاب وهاد الابناء وهاد البنات وخوهم علاقه مستقره. وهاد القضيه قل ما نجدها في العائلات وفي المجتمع ديالنا في الاسر. قليل فين تلقاو بان زوجة الاب راه عندها واحد العلاقه زوينه مع ولاد راجلها. قليل جدا. على اي قالوا له ودي بان الخطيب هذا خصكم تتصلوا بيه يجي عندنا في هاد اللحظه هادي دابا يجي عندنا. بالفعل الاب اتصل بيه قال له ودي خصك تجي دابا احنا عند البوليس. جا عند البوليس تما السلام عليكم السلام لاكارت ديالك خداو الهويه ديالو تبين بانه موظف بلا ما نقولوا طبيعه العمل ديالو لا علاقه ليه بميدان الشرطه او الدرك او كذا او كذا ولكن موظف من الموظفين المطلوبين في الدوله. خبروا البوليس بان البنت اللي خاطب هو راه طرو عليها في هذيك الليله مقتوله. السيد لما سمع بان البنت مقتوله هي الخطيبه ديالو قال لهم ودي شوف انا ماشي بزاف باش تفارقت معها دابا تقريبا شي ساعه ونص او ساعتين تلاقيتي معها العشيه. قال لي ودي تلاقيت معاها. معاش تلاقيتي معاها؟ قال لي ما عقلتش بالضبط يمكن 6 11 ديال العشيه تلاقيت معاها. قالت لي ودي بان راه انا غادا عند خويا مرت خويا مدينه تماره وخديتها معايا للمقهى تقهويت انا وياها تقريبا شي نص ساعه اللي جلسنا ومن بعد وصلتها بالطوموبيل ديالي حتى للمحطه ديال الطاكسيات وطلعت انا في حالتي للدار. ومن بعد راني بقيت كنتصل بها بغيت نسول فين وصلات وكذا وكذا. قال لي ما تجاوبنيش وبين ليهم جبت التليفون ديالو قال لي ما سيدي ها انتم اتصل بها تقريبا شي 3 أو 4 ديال المرات وما كانش رد من طرف الضحيه ما جاوباتوش. قالوا لي ودي شوف غادي تمشي معنا غادي تورينا هاد المقهى هادي اللي كنتو جالسين فيها. قال لي مرحبا وداهم لهاديك الكافي اللي جلسوا فيها. الناس ديال المقهى قال لك ودي بالفعل الاستاذ راه كيجي عندنا هنايا كتجي معاه واحد البنت اعتادوا تيشوفوا معاها لما عطاو التصوير قال لك اودي بين هاد البنت راه هي اللي تجي معاه دائما. كانوا اليوم هنا قال كانوا مع جاو هنا قال لك تقريبا ميقات ديك 6 ونص ما جلسوش بزاف شربوا داكشي اللي شربوا وناضوا خرجوا. هو بالفعل قال ودي احنا ما تعطلناش في القهوه. هي قالت لي انا غنمشي لتماره ما بغيتش نعطلها نتوصلت حتى لعند المحطه. وفين مشيتي انت؟ قال لي طلعت للدار ديالي فين كاري عنده واحد الشقه تما. هو الاصل ديالو ماشي من مدينه الرباط بحسب بطاقه التعريف ديالو هو من ساكنه مدينه الدار البيضاء. جابتو الخدمه ديالو الوظيفه ديالو تما مدينه الرباط. تعرف على ديك البنت عجباتو وخطبها من وليديها. كيتسناو الوقت اللي حددوه غادي يعقدوا فيه ويديروا فيه العرس. ولكن البنت الا كان فعلا هذا الولد بحسب ما تيقولوا هو حطها في محطه واش البنت من الاختطاف ديالها من تما غير حطها هو اختطفوها وجابوها حطوها في ذاك المكان او ربما استدرجوها بمحض ارادتها وجات تما. الا كانت من الاختطاف ديالها اكيد بعض الناس من المره لان 7 او 7 ونص او حتى 8 مازال المحطه عامره مازال الناس كاينه المره كاينه حركه اكيد شخص او اشخاص غادي ينتبهوا بان شي بنت راه كيتم الاختطاف ديالها او كذا او كذا. البنت تستنجد وغادي يتم اخبار الشرطه ولكن البوليس ما توصلوا حتى شي اخباريه من هذا النوع هذا ومن هذا القبيل. نقولوا بان البنت راه استدرجها شي حد جات معها تما واش البنت تعرف شي حد اخر. ولكن الاخت ديال الضحيه قالت لك ودي لا اختي عندها انسان واحد في حياتها اللي هو هذاك السيد الخطيب ديالها. عندها شي صاحبتها قالت لك عندها صاحبتها وحده هي اللي خدامه معاها عند نفس الطبيب. اختي لبسات حويجاتها خرجت على امل انها غادا تمشي عند خويا لمدينه تماره. اكيد البنت تم الاستدراج ديالها كاين شي اختطاف. البنت جات بمحض ارادتها لهذاك المكان وتبين بان الامر فيه تصفيه حسابات. رغم ان الوالد ديال الضحيه والعائله ديالها قال لك ودي لا ما عمرها تشكات لينا من شي حد تعترض السبيل ديالها او شي حد اللي تيهددها او شي مشكل عندها مع شي حد نهائيا. وحتى الاخت ديالها قالت لك انا اختي راه صاحبتي وكان شي حاجه راه غتقولها لي انا. ما عمرها تشكات ليهم البنت. شكون هذا اللي غادي يجيبها حتى تمايا؟ الخطيب تيقول انا وصلتها لعند المحطه. ايوا لا وصل عند المحطه علاش ما ركباتش علاش ما مشات للتماره علاش جات حتى تما في هذاك المكان اللي في ذاك الشريط الغابوي كاين شي حاجه تما ماشي هي هذيك. وهنا اضطروا البوليس يمشيو مع الخطيب هذا حتى للدار فين كاري. كاين واحد الكونسيرج تما سولو قال له ودي شوف هاد السيد هذا قبل ما يخرج دابا ماش دخل هنا للدار. وقال لي سيدي ميقات ديك تقريبا ديك 7 ونص 7 وما الكونسيرج هو ما عطاش شي وقت محدد.
تبين بان السيد فعلا جا للدار ديالو، ولكن واش دا البنت هذاك الشريط الغباوي قتلها تما ورجع؟ هو تيقول انا عندي السياره، شافوا البوليس السياره ديالو تيلقاو بان عنده السياره، حاولوا البوليس انهم يتفحصوا دوك العجلات. علاش؟ لان كيف قلت هذاك المكان اللي عثروا فيه على البنت هو مكان به رمال، التربه ديالو عباره عن رمال. تفحصوا ما لقاوش شي حاجه اللي كتبين بان كاين شي اثار ديال الرمل تما في العجلات نهائيا. الكونسيرج قال لك ودي بالفعل انا جا حط الطوموبيل ديالو بالمكان الفلاني وطلع سلم عليا وطلع تقريبا ديك السبعة ونص. عندك شي مشكل مع هاد السيده؟ هذا الخطيب تيقول ودي لا انا هاد البنت بغيتها وخطبتها من عند الوالدين ديالها وناوي غادي نتزوجها على سنه الله ورسوله، كنتسناو الوقت المحدد. غريبه القضيه هذه، البنت ما عندها عداوه ما حتى شي حد بحسب ما كيصرحوا به الوالدين ديالها، علاقتها مع الزوجه ديال الاب ديالها كذلك ما عندها، ما كاين حتى شي مشكل مع الخطيب ديالها، ما كاين حتى شي مشكل. الاخت ديالها اللي هي الصديقه ديالها قالت لها ودي لا، واضطروا البوليس انهم يجيبوا حتى هذيك صاحبتها اللي خدامه معاها في المحضر ديالها هنايا تتقول ودي بان صاحبتي ما عندها مشكل مع حتى شي حد، انا صاحبتها وانا الاولى خدمت انا عند الطبيب وانا اللي خدمتها معايا هنايا وقريت انا وياها في التكوين المهني وكذا وكذا. ما عمرها تشكت لي من شي حد وقالت لي بان راه عندها شي عداوه مع شي حد. جا هذاك خويا مدينه تماره قال لك ودي بالفعل الاخت ديالي راه اتصلت بها الزوجه ديالي تقريبا مع ديك الجوج ديال العشيه، قالت لها جي عندنا، قالت لها انا غادي نجي عندكم، وانتظرنا البنت ما جاتش، اتصلنا بها عده مرات ما تتجاوبش. بالفعل الهاتف النقال ديال البنت تلقاو معاها في هذاك الصاك، والبنت لقاو عندها بزطام تما فيه شي حاجه ديال الفلوس رغم انها فلوس قليله، لقاو عندها التليفون النقال ديالها تما. اذا هذه ما تعرضتش للسرقه، لقاو عندها واحد السلسله ديال الذهب دايره في عنقها ما داوهاش ليها نهائيا، باقا دايره الفولار ديالها، ما كاين حتى شي حاجه اللي كتبين بان هاد البنت جابوها باش يسرقوها. كون بغاو يسرقوها كون سرقوها، وما كانش تبين هنا باللي ما كانش حتى نوع من التمويل ديال البحث وتضليل البحث وتمويل المحققين. البنت جابوها تصفيه حسابات، جابوها تما باش يقتلوها، لدرجه بحسب ما غيصرح به حتى الطبيب من بعد قال لي مودي بان البنت راه ما كانش عندها اعتداء جنسي نهائيا، البنت بكر وباقا بكر، فقط جابوا البنت من اجل القتل ديالها. تعرضت للتعنيف من خلال الاثار اللي كانت البادئه على الملامح الوجه ديالها وعلى الضربه اللي عندها بشي اله حاده على مستوى الحلق ديالها او العنق ديالها. بحثوا البوليس هنا، كان بحث معمق، بزاف ديال الناس خداو الاقوال ديالهم، محاضر كثيره كانت هنايا، لكن مع الاسف بدون جدوى. التحريات كانت مشلوله نظرا لغياب عده معطيات، كان الوالدين ديال الضحيه قال لك ودي بان البنت ما عندها حتى شي عدو مع حتى شي حد، ويبدو بان الامر كيتعلق بتصفيه حسابات، ما كيتعلقش بشي خطفوا البنت ربما باش يغتصبوها او باش يسرقوها، والممتلكات ديالها لقاوها بالحوزه ديالها، كالهاتف النقال، كواحد سلسله في العنق ديالها ديال الذهب. البنت ما تعرضتش للاغتصاب لا لهتك عرض. واش الامر تيتعلق باختطاف او استدراج او البنت جات بمحض ارادتها لهذاك المكان؟ شنو غادا تجي دير تما؟ اسئله كثيره كطرح اكثر من علامه استفهام ما لقاوش الجواب عليها. هنا كيف قلت رجعوا لهذيك النقطه اللي مازال البوليس كيبحثوا فيها. ترسلات واحد البرقيه للنيابه العامه المفاد ديالها ان اللي بلغ على هذه الجريمه ماشي شخص، اللي تخبروه هما البوليس، ولكن اللي خبرهم هما الناس ديال لي بومبي، ما خبرهمش شي شخص مباشر وقال لهم سيدي السلام عليكم الشرطه وراه كاينه واحد السيده راه مقتوله بالمكان الفلاني. لا، لي بومبي ولي بومبي اتصل بهم شي حد، هذاك الرقم خداوه البوليس من عند لي بومبي في الوقت اللي اتصل مع مع الوقت الفلاني مع كذا كذا باليوم الفلاني، خداو التوقيت، تاكدوا بان هذا الرقم هذا هو اللي اتصل تيبلغ الناس ديال البومبي كيقول لهم سيروا تما راه كاينه واحد البنت مقتوله. النيابه العامه بعد ما توصلت بهذا الرقم مرسلات واحد البرقيه على تاشيره ديال النيابه العامه لشركات الاتصالات. شركه الاتصالات دارت الخبره ديالها، هنا كانت واحد خيبه امل ديال المحققين، قالت لي مودي بان هذا الرقم هذا ما مسجلش نهائيا، مولا ما دايرش كونطرا، ما دايرش العقد، هذا شي حد ربما استعمل هاد لاكارت سيم هادي باش يتصل بلي بومبيو من بعد يكسرها ويرميها. اتصلوا بها الناس ديال الشرطه،
تيلقاو بان هذاك التليفون طافي، وحتى الهاتف ديال الضحيه تم اجراء عليه الخبره، تفحصوا دوك المكالمات الوارده والصادره هما مكالمات ديال الاقارب ديال الضحيه، صحاباتها، الخطيب ديالها، خوها، اختها، مرت خوها، تبين ما كاينش شي ارقام اللي هي مشبوهه تمايا. اذا هاد البنت هادي ما اتصل بها حتى شي حد براني، وهي ما اتصلت حتى شي حد براني. غريب. البنت جابوها رباوها تمايا، علاش بالضبط لهذاك المكان؟ والمكان باش نقدروا نقولوا بان ربما هذا اللي اتصل ربما غير كان دايز من تمايا على جنب الطريق، وبانت لي بان البنت مرميه تم متصل، ما بغاش يدخل راسو للمشاكل. لا، المكان اللي عثروا فيه على الجثه ديال الضحيه داخل على الغابه، ما يمكنش شي واحد غير مار من تما غادا تبان ليه الا الا دخل لهذيك الغابه. اذا هذا اللي اتصل بالبومبيه عنده يد في الجريمه هذه. زيد على ذلك، علاش الرقم ديالو باقي الان مطفي؟ هو ربما استعمل هذيك لاكارت سيم ولغرض ما وكسرها ورماها وهو تفك من المشكل، ولكن ما تعرفش شكون هو. هذاك الرقم ما تحددتش الهويه ديال المالك ديالو. وبحثوا البوليس هنا وهنا ولكن بدون جدوى. مرت على هذه القضيه هذه واحد المده ديال 2 ديال الاسابيع، البحث جاري ومكتف تحت اشراف النيابه العامه المختصه، ولكن بدون جدوى. في واحد العشيه شنو غادي يوقع؟ هذاك الخطيب ديال الضحيه جا عند البوليس في واحد العشيه، قال لي مودي انا راه هو الخطيب ديال هذيك البنت اللي لقيتوها دابا تقريبا واحد 2 ديال الاسابيع مقتوله بالمكان الفلاني. قال لي ودي مرحبا، كاين شي من قريب، كاين شي جديد؟ قال لي ما سيدي انا هاد العشيه هادي وصلتني واحد الرساله عبر الواتساب، هذيك الرساله مكتوبه بالفرنسيه لكن بالدارجه الفرنسيه، كيستعملوا دوك الحروف والارقام، كاين بعض الكلمات ما تفهموش في ديك الرساله وفي داك الميساج، وما فهموش شنو المضمون ديال هذاك الكلام نهائيا. كاين شي كلمات ما تعرفوش عليهم كاع. هذا اللي كتب ربما ما قاريش مزيان، او ربما ما عرفش شنو وقع ليه، ولكن اللي تيهم في الاخوال ديال هذا الولد قال لي مودي راه وصلوني حتى هاد الصور هادو، 3 ديال الصور، صيفطوا لي هاد الميساج وصيفطوا لي هاد التصاور. هادوك الصور شكون فيهم الضحيه اللي هي الخطيبه ديالو مصوره مع 2 ديال الاشخاص. هاد الصور هادو تخداو بالليل، تخداو بالفلاش ديال التليفون. فين تخداو في هذيك الغابه. كيبان بانه كاين الشجر تما، وكاين الرمال على المستوى ديك الارضيه اللي كاينه بعين المكان. كذلك السياره هي سياره مرسيدس 190، هما متكين على الخلف ديال السياره مغطين الماتريكيل، ولكن تيبان بانه كاينه الف والرقم الف 6 وكذا. تبين بان هذاك الماتريكيل هو ديال السياره رباطيه من مدينه الرباط، ولكن هذوك الارقام اللي كيكون تكونوا من 3 أو 4 أو 5 ديال الارقام ما باينينش. كذلك الوجوه ديال الضحيه الله يرحمها ما باينش، يعني هاد الصور تخداو وتقطعوا وصيفطوا غير من تحت الوجه ولتحت، اي ان هذاك اللي مصور مع البنت ما تيبانش، والبنت اللي هي الضحيه الوجه ديالها ما تيبانش، ولكن تتبان في الملابس ديالها، وتيبان بانه واحد الشخص حداهم تما كيبان غير من رجليه ولافيز ديالو، ولكن حتى وجهه ما باينش. اذا هادو 3 ديال الاشخاص اللي كانوا مع البنت اللي كان كيصور، والولد اللي مصور معاها، والولد اللي كان حداهم شداتو حتى هو الكاميرا ديال التليفون وتصوروا بالليل بالفلاش ديال السياره. زيد على ذلك كيبان بحسب ما جا في الصوره كيبان بان البنت عاطينا هذاك اللي معنقها واستسمح شاد قنينه ديال الخمر من نوع البيره، والبنت حتى هي عاطينها القنينه ديال الخمر شادها بايدها، وكتبان الا ما شفتيش الوجه ديال البنت غيبان لك بان البنت كانت بخاطرها تما مصوره مع الولد واخذه قنينه ديال الخمر. ولكن الطبيب الشرعي قال لي مودي بان البنت ما كانتش شاربه، ما شربتش الخمر نهائيا، ما كانت سكرانه. شنو وقع في هذه القضيه هذه؟ تبين بان هذاك المكان اللي لقاو فيه الضحيه هو نفس المكان اللي كاين في الصوره. 3 ديال الصور هما كيتشابهوا. هاد الصور غير تقريبا غير صوره واحده وتخدات بعده اشكال ومن 3 ديال الزوايا، ولكن الوجوه ما باينينش، حتى الوجه ديال الضحيه ما باينش. شكون صيفط لك هاد التصاور؟ قال لي مودي ما عرفتش. قال لي مراني لما وصلوني هاد الصور هادو ها انا صيفطت كاتب شكون معايا، الميساج ما وصلش. اذا هادو غيصيفطوا لي هاد الرسائل وبلوكاو. قال لي اضطريت انني نتصل بهم، قال لي مرة لقيت التليفون ديالهم طافي.
هنا خرجوا المحققين بثلاثه ديال الاستنتاجات. الاستنتاج الاول هو ان الامر تيتعلق بثلاثه ديال الشبان، او ربما جوج ديال الشبان ومعاهم بنت، الله اعلم. مع الشخص اللي تيصور ما تعرفش الهويه ديالو واش بنت او ولد. كذلك المكان اللي تخداو فيه هاد الصور هو المكان اللي عثروا فيه على الجثه. كذلك البنت اللي مصوره معاهم، رغم انها كيف قلنا ما كتبانش في الوجه ديالها، كتبان من خلال الملابس ديالها بان هي الضحيه. البنت هازه واحد القنينه ديال الخمر، الطبيب الشرعي قال لي مودي لا البنت ما شرباش، اذا هادو جابوها تما تعمدوا انهم ياخذوا ديك الصور عن طريق ان البنت هازه قنينه ديال الخمر، وترسلوا هاد الصور لشكون؟ الخطيب ديالها. اذا هادو تعرفوا الخطيب ديالها وعندهم النمره ديالو، ولكن شنو الغايه ديالهم؟ انهم يرسلوا هاد الصور هادو للخطيب ديالها. اذا هما تعرفوه مزيان. كذلك الاستنتاج المهم في هذه القضيه هو ان كيف قلت رقم الماتريكيل هو رقم رباطي تبع مدينه الرباط، الف كذا كذا، النوع السياره مرسيدس ذات اللون الاسود. هذه كلها كانت معطيات مهمه اللي غتفيد في البحث في هذه القضيه. وهنا كانت واحد المفاجاه تبين بان هذا الرقم هذا الرقم اللي صيفط هذا التصاور هو الرقم اللي اتصل بالبومبيي، قال لي مودي بان راه كاينه شي جثه في المكان الفلاني، نفس الرقم تماما. اذا هذا الرقم هذا باقي الكارت سيم ديالو خدامه، كتفيوها غير مره ما كسروهاش ورماوها، مازال ما تخلصوش منها. وهنا شنو وقع في الاقوال اللي كيضيف هذا الخطيب ديال الضحيه؟ قال لي مودي انا لما وصلوني هاد التصاور انا شكيت في واحد السيده. قال لي شكون السيده؟ قال لي ما ودي واحد البنت انا كنت كنعرفها هنا بمدينه الرباط. قال لي كانت عندي بها علاقه قبل ما نخطب انا هاد البنت الله يرحمها. ايوا وقال لي ما سيدي انا تفارقت معاها لان ما تفاهمناش، ولانه كذا ولانه كذا. فين كتسكن هاد البنت؟ قال لي مودي بالمكان الفلاني. البنت تسكن في واحد الحي شعبي. ايوا عندك الرقم ديالها؟ قال لي مودي عندي الرقم ديالها، راه كنا كنهضروا في التليفون. انت تفارقتوا؟ قال لك اسيدي راه ماشي بزاف، دابا تقريبا واحد المده ديال 3 شهور وانقطع الاتصال بيناتنا. وعلاش انت كتشك فيه؟ على اي اساس؟ قال لي ما انا غير شكيت فيها وصافي، من التخمينات ديالو العقل ديالو قال لي يا ودي بان تقدر تكون هذيك البنت اللي دارت هذيك الحاله، ولكن كيف قلت انا في الصور ما كيبانش بانه كاينه شي بنت من غير الضحيه في الصور. شنو زعما واش بحسب المقصود ديال هذا الولد الخطيب ديال الضحيه تيقول بان ربما هذيك البنت اللي كان هو عنده بها علاقه انتقمت منه عن طريق خطيبته، ربما هو عرفته بانه مشى خطب، وربما ديال الهضره هادشي اللي بغى يقول هو. قالوا لي ودي خلي هاد الهضره من بعد نشوفوا دابا رقم لوحه السياره. رقم لوحه السياره كيف قلت كاينه الف، وكاين الرقم اللي حداها تمايا. مشاو عند الناس ديال سيرفيس ديميل عطاهم جميع الارقام وجميع لوحات السياره اللي فيهم الف الرقم كذا كذا، توصلوا لعده سيارات مرسيدس تما. شي سيارات اللي هما قلال، ماشي شي سيارات اللي هما كثار. بحثوا مع الناس ديالهم كيلقاو سياره الحمراء اللون، سياره بيضاء اللون، سياره كذا كذا، ولكن هما ماذا بهم سياره سوداء اللون. بقاو كيبحثوا حتى توصلوا لواحد السياره. ترسلات واحد البرقيه استعجاليه لجميع السدود الامنيه على مستوى المخارج والمداخل ديال المدينه، وكذلك على مستوى وسط المدينه. الهدف منها ايقاف السياره من نوع كذا كذا، رقم الماتريكي ديالها، اللون كذا كذا. ولكن اللي ثار انتباه البوليس هنا هو انه كاين واحد الماتريكيل تقريبا فيه نفس الرقم 6 وكذا الف، مسجل تما في سيرفيس زيميل. خداو الهويه ديال المالك ديال السياره من خلال العنوان الوارد في بطاقه التعريف ديالو، انتقلوا لمدينه تماره ما بين الرباط وتماره في واحد الباديه. السياره في الملك ديال واحد الشاب تقريبا في العمر ديالو ديك 28 29 سنه. والبوليس قالوا بلاتي بلا ما نمشيو عنده، حنا دابا عرفنا الدار ديالو، عرفنا لوحه السياره تقريبا، بعد ما راقبوا لقاو بان عنده نفس الخلفيه ديال السياره مرسيدس 190 اللي جات في الصوره، هي نفس الصوره اللي كاينه، نفس السياره اللي كتبان في الصوره اللي ترسلات للخطيب ديال الضحيه. قالوا بلاتي بما ان الخطيب ديال الضحيه ترسلوا ليه هو هاد الصور، اذا هادو تيعرفوه. الخطيب ديال الضحيه بعد ما عرضوا عليه الاسم ديال هذاك مالك السياره قال لي مودي لا ما عمرني سمعت بهذا الاسم، ما تعرفش هذا الولد. قالوا بما ان ترسلوا لي الصور اذا هادو تيعرفوه. الخطيب ديال الضحيه تيقول انا راه تنشك في واحد السيده راه كانت بيني وبينها علاقه قبل ما نعرف انا الضحيه.
كنت خطبتها بشكل قولي، ولكن ما خطبتهاش بشكل فعلي. ما ديتش الوالدين ديالي والعائله وخطبتها من دارهم. انا تنشك فيها، هو ما عطاش على اي اساس يشك فيها، ولكن يبدو بما ان ترسلوا ليه هو الصور، اذا شكون هذا اللي غادي يصورهم ليه؟ شنو الغايه ديالو؟ قال له غادي يضربوا واحد المراقبه، تكون واحد المراقبه على هذيك البنت اللي تيشك فيها الضحيه، اللي كيقول راه كانت خاطبها كانت الخليله ديالي، وبين هذاك السيد اللي عنده، هذاك الشاب اللي عنده ديك السياره. وبالفعل كانت واحد المفاجاه في هذه القضيه هذه، تبين بانه كاين لقاء ما بين هذيك البنت اللي هي الخطيبه او الخليله ديال الولد اللي ترسلوا لي الصور، وبين هذاك السيد وهذاك الولد، هذاك الشاب اللي عنده السياره 190. كيتلاقاو مع بعضياتهم، كيجي عندهم مدينه سماره، كيتلاقاو في مدينه الرباط. كان واحد لانترفونسيون، لقاو عليهم القبض، تم الايقاف ديالهم، لقاو عليهم القبض، تم الاقتياد ديالهم المفوضيه. قال لهم ودي شوف، حنا جبناكم هنايا بناء علاش؟ بناء على عده ديال الصور. انت شوف هاد ثلاثه ديال الصور، وراهم الصور، كتبان بان كاينه سياره مرسيدس، كتبان الخلفيه ديالها رغم انه ما تيبانش لوحه السياره كامله، ولكن كتبان نوع السياره واللون ديالها، وكيبان الرقم ديال الماتريكيل المهم اللي هو الف 6 وكذا، هذاك الرقم مهم. قال لي ودي انت عندك الالف كذا كذا، اي نوع السياره. شوف اسيدي واش كاين تطابق بين هاد الصوره وبين الخلفيه ديال السياره ديالك. الولد شاف الصور، ما لقى ما يقول. قال شكون كان معاكم؟ قال لي مودي كان معايا صاحبي. فين هاد صاحبك؟ قال لي كاين كيسكن حدانا والدوار ديالنا. هاد البنت كتعرفها؟ قال لي مودي تنعرفها. شنو بينك وبينها؟ قال لي ما علاقه. ايوا هذيك البنت اللي غسلتوها شكون هي؟ قال لي مودي حنا ما تنعرفوش حنا ديك البنت. هل اللي تتعرفها الخليله ديال الخطيب ديال الضحيه، ولكن البنت قالت لي مودي لا، انا ما عندي حتى شي علاقه، اش من قتل واش من كذا واش من كذا. ولكن هو قال لها لا، انت اللي كنتي معنا وانت اللي قلتي لينا وبالاذن ديالك حنا درنا هذاك الشيء. شكون ضرب البنت؟ الولد قال لي مودي ماشي انا اللي ضربتها، ماشي انا اللي قتلتها. شكون ضربها؟ قال لي ولد الدوار ديالنا اللي كان معايا في ديك الليله، وهاد البنت راه كانت معنا ولكن هي تتنكر. خداو البوليس التليفون ديالها، تيلقاو بان عندها لابليكاسيون ديال واتساب في التليفون ديالها مصوبه بنفس الرقم، نفس الرقم اللي اتصل بالبومبي، ونفس الرقم اللي ترسلوا به الصور للخطيب ديال الضحيه. لا لاش كتخربقي علينا؟ طاحوا بالشبكه، مشاو جابوا الولد اللي كان معاهم. الولد الثاني كان اعتراف تلقائي، اعترفوا بما نسب اليهم. البنت تتقول في المحضر ديالها بحسب ما جا في المحضر هنا، تتقول انا هذا الولد هذا خطبني وانا شحال وانا معاه، مده ديال 2 وانا معاه، وسكنت معاه، وصلت واحد الوقيته سكنت معاه بحسب ما تقول لي. قالت الام ديالها هي ساكنه مع امها، قالت لا انا غادا نمشي نخدم في مدينه الدار البيضاء، وهي بقات ساكنه معاه غير تما في مدينه الرباط. قالت لي تقريبا شهر ونص وانا ساكنه معاه. ايوا قالت لي وفتض البكره ديالي في الاخر تيفاجئني بانه كيبعد عليه بشويه بشويه، هي بقات تراقبه، عرفاته بانه عنده علاقه مع شي وحده، ولكن هو ما عرفش بان راه هذيك السيده عرفاته بانه راه مشخطب او كذا او كذا. وهي دارت التحريات ديال بحسب ما تقول، قالت لك اودي انا عرفت بانه مشخطبها وبانه عنده علاقه بها، لدرجه عرفتو كيمشي عندهم للدار، راقباتو، شافتو تيدخل عند دار خطيبته، قالت بما انه تيدخل عندهم والديها وكذا وكذا اذا خاطبها. اضطرت تنتقم منه. انتقمت منه عن طريق شكون؟ عن طريق الخطيبه ديالو اللي ما عندها لا اناقه ولا جمال، ما عندها التدن في هادشي كامل. بغات تنتقم منه عن طريق شكون؟ عن طريق خطيبته اللي ما دارت والو. ايوا قالت لك سيدي انا هاد جوج انا تنعرفهم. فين تتعرفيهم؟ قالت لك سيدي انا تبين بان هاد البنت هادي خارجه للطريق، تتعرف هذا وتتعرف هذا وتتلاقى مع هذا. واش هي خارجه للطريق قبل ما تعرف على هذاك، ولا حتى تم فض البكره ديالها وانتقاما من الذات ديالها وانتقاما من المجتمع باش تخرجت ولا تتلاقى مع هذا وهذا وهذا؟ الله اعلم. ولكن هي تتقول انا هاد الناس تعرفت عليهم بشكل عشوائي، وعرضت عليهم هذه الفكره. قالت لهم هذيك البنت دات لي راجلي ودات لي خطيبي ودات لي كذا كذا. هما تما ناس عقول صغيره جدا نزلوا عند الرغبه ديالها ومشاو. كيفاش جبتوا البنت؟ فين حطها الخطيب ديالها؟ قالت لك ودي راه حطها عند المحطه. ايوا
قالت لي مودي انا تقدمت عندها، انا حنا تابعينهم بعد ما دخلوا هما القهوه، بقاو هما تابعينهم، البنت راكبه اللور وهما هذوك جوج راكبين القدام. لما الخطيب خرج هو والضحيه من المقهى ودا وصل عند المحطه، زاد هو هي دخل المحطه، نزلت عندها، هي مشات عندها تقدمت عندها، وقفت عليها قالت لها السلام عليكم. السلام، بغيت نهضر معاك. قالت لها مرحبا. قالت لها لا سمحتي تاخذي ناخذ من وقتك واحد جوج ديال الدقائق ولا ثلاثه. وخرجوا من المحطه وجاو لواحد الكوان تما، قربوا من السياره مرسيدس، لان الضحيه بحسب ما كيقولوا هما ما شافتش السيده لما نزلت من الطوموبيل، ما عرفاش منين جات، بقات كتستدرج بها تما حتى وصلت عند الطوموبيل في ذاك المكان المنعزل. ونزل هذاك اللي كان صايق، نزل حط عليها الموس، قال لها شوفي غادي تمشي معنا، غادي نهضروا معاك جوج ديال الدقائق وغادي حنا غادي نرجعوك حتى لهنا. هذه الاقوال اللي تيقول هو. البنت حتى هذه التهديد بذاك السكين، طلعت معاهم، ركبت اللور ومشات معاهم فين دوا لهذاك المكان. دخلوا بها لهذيك الغابه تما فين عطاوها هما الخمر تصور به باش يصوروه ويوصلوه، ولكن هما تيقولوا ما كانش عندنا نيه القتل، كانوا ناويين يقتلوها، لكن هذاك خينا اللي كان معاهم جبد موس وقتلها. هما ما كانوا باغيين فقط ياخذوا صور. هي تتقول انا بغيت ناخذ لها غير صور هزه داك الخمر مصوره مع الرجال باش انا نصيفطهم للخطيب ديالها ونقول ليه شوف خطيبتك انت اللي خطبتيها هاش كتسوى وهاش كتسوى. هذه هي الهدف وهذه الغايه ديالهم. ولكن لما تاكد لهم بعد هذاك الولد ضرب البنت طاحت تما، تاكدوا بانها ماتت، واضطروا انهم ما يبقاوش يصيفطوا داك الصور كاع، خلاتهم عندها وزقات بقات كتسنى. وشكون اللي اتصل؟ قالت لك ودي اتصل الولد، عطاتو هذيك اللحظه التليفون، قالت لي هاك اتصل بالبوليس. قال لها لا ما نتصلش بالبوليس، قال لها نتصل بالبومبيل. كانت منزل البنت باقا حيه، هما رغم ان البنت بان البنت ميته ولكن قالوا ربما تكون باقا حيه، قالوا عيطوا للبومبيل الاسعاف. كانت هذه الاقوال اللي تضمنتها المحاضر الرسميه ديالهم. الاختطاف كان اختطاف، تقدموا للعداله، كانت احكام متفاوته. البنت تحكمت ب 30 سنه سجن نافذ، اللي قتل البنت تحكم بالمؤبد، والاخر تا هو تحكم كذلك بالمؤبد. نورمالمون كان حتى هي خيتي هذه حتى هي تحكم معهم بالمؤبد، ولكن نظرا لاقامه الدفاع ربما ما عرفناش حنا طبيعه المرافعه اللي ترفعات عليها والمحامي كيفاش دافع عليها، ولكن تبت في الحق ديالها بانها هي ما كانش عندها نيه انها تجيب البنت تما ويقتلوها، بدليل انهم خداو الصور للبنت وهي هازه قينينه ديال الخمر، بغات ترسلها لهذاك الخلي ديالها تقول لي شوف الخطيبه ديالك شنو تتسوى، شوف مع من. كانت هذه الاقوال اللي تضمنها المحضر الرسمي ديالها، وكانت هذه الاحكام ديالهم، كانت هذه مسطره لحلقه اليوم. اتمنى ان الرساله تكون وصلت، واشكركم متابعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.